فاكرين الدوري اللي فات بتاع السنه اللي فاتت، الازمه اللي حصلت لقاء القمه والاهلي ما رضاش يروح ليه عشان خاطر حكام اجانب، ووزير الرياضه لما اتصل بالسعوديه، والقصه دي كانت قبلها كانت معموله القرعه ب5 ايام والاهلي كان هيقابل الزمالك. فالاهلي السنه دي قال لك اجيبها بدري شويه، يا اتحاد يا كوره انا عاوز قبل يوم ماتش الاهلي وبيراميدز اللي هو يوم 30، يعني فاضل النهارده يوم 12 اهو، فاضل حوالي 18 يوم، انا عاوز حكام اجانب. واللائحه بتقول ان حق النادي انه يطلب حكام اجانب قبل المباراه ب 10 ايام. فقام اتحاد الكوره رد عليه قايل له ايه؟ قال له مفيش مشكله، ابعت لي جواب من النادي ان انت عاوز حكام اجانب يوم ماتش او يوم مباراه بيراميدز قبل يوم 20 اغسطس، يعني قبل الماتش ب 10 ايام. وكمان في شرط، ايه الشرط بقى يا سيدي؟ ان اللائحه بتقول ان الفريق اللي عاوز حكام اجانب بيدفع الاقامه والانتقالات والمصاريف وحسابهم. يعني الاهلي هيدفع كل حاجه للحكام الاجانب. فالاهلي قال مفيش مشكله، بس اتحاد الكره رد عليه قال له ايه؟ قدم الجواب بتاع النادي الطلب وفلوس الحكام قبل ما نطلب الحكام. فكده هيبقى في يوم ماتش الاهلي وبيراميدز حكام اجانب، واكيد يوم ماتش الاهلي والزمالك هيبقى حكام اجانب زي ما الاهلي عايز بالظبط. بس الاهلي المره دي عملها ايه؟ بدري، واستفاد من الخطا المره اللي فاتت اللي هو الاهلي مش غلطان فيه اصلا. هتقول لي اقول لك الاهلي مش غلطان فيه. الاهلي ما جاتش الماتش عشان كان طالب حكام اجانب، وهناك كلها كانت بتقول يوم 10 ايام، وهم اصلا عاملين القرعه قبلها ب5 ايام. فالاهلي المره دي لحقها بدري. سلام.